السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المغرب ينتصر بأقل مجهود، ومنتخب البرازيل يضرب بالثلاثية، وأرقام قياسية تحطم من كلا المنتخبين. إصابة رافينيا وتألق فينيسيوس وثنائية ماتيوس كونيا، كلها أحداث سوف نتطرق لها في هذا الفيديو إن شاء الله. إذن المنتخب المغربي ينتصر على نظيره الإسكتلندي بنتيجة 1-0 في مباراة سيطر فيها المنتخب المغربي بالطول والعرض. هدف أول مبكر كان أسرع هدف في المونديال لولا هدف منتخب الباراغواي في مرمى المنتخب التركي اليوم، الذي أصبح أسرع هدف في المونديال. هدف الصباري سجل في الدقيقة الأولى والثانية التاسعة، بينما هدف الباراغواي سجل في الدقيقة الأولى والثانية الرابعة، ليصبح هدف الصباري ثاني أسرع هدف في المونديال. إذن إسماعيل الصباري يبصم على واحدة من أعظم الأداءات الفردية للاعب عربي إفريقي في المونديال. أول لاعب مغربي يسجل في مباراتين متتاليتين هو إسماعيل الصباري منذ أنباء انتقاله إلى بايرن إلى تأكيدها رسميا من طرف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو. الصباري هذا العام يبصم على واحدة من أفضل المواسم، إن لم يكن أفضلها إطلاقا، من لاعب يعاني من عاهة مستديمة إلى لاعب عالمي يسجل في مرمى البرازيل والآن في مرمى اسكتلندا في أعظم بطولة في تاريخ كرة القدم، بطولة كأس العالم. تكتيكا المدرب وهبي كيف أدار المباراة بذكاء، تكتيك رائع من المدرب وهبي الذي دخل بتشكيلة 4-4-2 تتحول في الحالة الهجومية إلى 4-2-4 مع أسلوب اللعب الشهير الذي ظهر به هذا المدرب الجديد، وهو أسلوب المهاجم الوهمي الذي يطبقه حتى الآن إسماعيل الصباري على أكمل وجه. هدفين في أول مباراتين، بداية ولا أروع. اللامركزي للاعبين، تقدم أشرف حكيمي لمساندة الهجوم واللعب كجناح أيمن عند الحالة الهجومية لخلق مساحات في العمق لكل من دياز الذي يدخل لوسط الميدان ليساند أوناحي وثنائي الارتكاز نائل العناوي المتألق المحارب، والفنان وجوهرة المنتخب المغربي الجديدة أيوب بوعدي الذي يبصم على واحدة من أفضل الأداءات الفردية وكذلك. وإن شكرنا لاعب بلاعب في المنتخب المغربي فلن ننتهي، ولا يمكن أن نذكر كل هذه الأسماء ولا نذكر المظلوم إعلاميا اللاعب نصير مزراوي، الجوكر الخاص بالمنتخب المغربي، لاعب ما شاء الله، لاعب أقوى ظهير عربي دفاعيا شاهدته بدون عاطفة بدون انحياز، لاعب أوقف رافينيا، أوقف مبومو في كأس إفريقيا الماضية، أوقف إيفان بيريزيتش في مونديال قطر 2022، لاعب متعدد المراكز، يلعب في أكثر من مركز، لعب في الظهير الأيمن، الظهير الأيسر عند الاحتياج، الآن مع وهبي يصبح مدافع ثالث لتغطية الفراغات عند الهجوم، خصوصا مع تقدم حكيمي للأمام عند الحالة الهجومية، عندما يصبح فريق يهاجم ب4-2-4 أو 3-5-2، خصوصا مع اللامركزية كما قلنا. وهذا يتطلب لاعبون مهاريون في الإنهاء، وهذا ما يفتقده المنتخب المغربي بالذات، ويجب الاشتغال عليه، لأننا نرى المنتخب المغربي يصل في أكثر من مرة للمرمى. يعني الإنتاج يوجد بغزارة، هناك من يوصل الكرة للشباك، هناك فنانون في منتصف الميدان، أوناحي، النحلة أوناحي، نيمورو أوتشو، العيناوي، والأدوار الدفاعية والهجومية ما شاء الله، صاحب الرئتين الذي يقدم كل شيء للمنتخب المغربي. اليوم شفنا كيف أراق دماءه من أجل قميص المنتخب الوطني المغربي. سامر المرابط الذي لا يتحدث عنه الجميع نظرا لعدم لعبه لدقائق عديدة، ترقب هذا اللاعب جيدا، فإنه نسخة أخرى من نائل العناوي. أيوب بوعدي ضابط الإيقاع، وكذلك بلال الخنوس الذي لا أحد يتحدث عنه، اللاعب المتألق في مركزه، في مركز أول مرة يلعب فيه مع المنتخب المغربي نظرا لإصابة عبد الصمد الزلزولي وعدم تواجد جناح أيسر في المنتخب يناسب أفكار المدرب وهبي، وبالتالي فبلال الخنوس يصبح هو اللاعب رقم 10 الرابع في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني المغربي. نعم، 4 لاعبين يلعبون أو مركزهم الأصلي هو رقم 10: دياز، عز الدين أوناحي، إسماعيل صباري مع البي اس في هذا هو مركزه الأصلي، وبلال الخنوس مع شتوتغارت هذا هو مركزه هو أيضا. لكن نظرا للحاجة ونظرا لعدم امتلاك لاعب مهاري
يطبق الضغط العالي عند فقدان الكرة ويساند في الحالة الدفاعية، فالمدرب وهبي اضطر إلى أن يدفع ببلال في ذلك المركز، وقد نجح هذا الأخير، إذ رأينا بلال في أكثر من مرة يراوغ، يبحث عن مساحات للتمرير، يلعب تحت الضغط، أحيانا يزداد في الدفاع لمساندة نصير مزراوي عند الهجمات المرتدة. في الحالة الهجومية يطلب الكرة ما بين الخطوط، يعطي عرضيات كثيرة ولو أنها غير مركزة، لكن يبقى لاعب يشكل الخطر وقادر على تشكيل الخطر. تنقصه اللمسة الأخيرة، حاله كحال باقي مهاجمي أو لاعبي خط الهجوم في المنتخب المغربي، وهذه هي سلبيات اللاعب بمهاجم وهمي. يجب على المنتخب المغربي والطاقم التقني الاشتغال حول هذه النقطة. هناك نقطة ضعف أخرى في المنتخب الوطني المغربي، وهو الخروج بالكرة، بناء اللعب من الخلف، وذلك نظرا لضعف، كما قلت في الفيديو السابق، الضعف التقني والتكتيكي للاعب عيسى ديوب الذي يعتبر الحلقة الأضعف في الدفاع. ولولا تألق خريج لاماسيا شادي رياض الذي يغطي على أخطائه، وتألق الحاج كما يلقبونه المغاربة نصير مزراوي الذي يصبح مدافع ثالث لتغطية الفراغات، لكانت كارثة، نعم كارثة يسببها هذا اللاعب، خصوصا عند امتلاكه للكرة. حرفيا لا يساعد الفريق في بناء الهجمات من الخلف، كلما تصله الكرة يقوم بإرجاعها للحارس بونو، وهذا ما يفسد العديد من المرات هجمات مرتدة، حيث ينطلق حكيمي للأمام لكن لا يوجد مدافع جيد يلعب بالقدم اليمنى في المنتخب المغربي حتى الآن، نظرا لكثرة الإصابات وعدم استدعاء بعض اللاعبين باختيار تقني فني من المدرب وهبي. كلنا نعرف أن حكيمي يكون أفضل عندما تكون المساحات أمامه، عندما تكون الكرة أمامه وليس تحت قدميه. هذا ما يختلف عنه نصير مزراوي، أو ما يجيده من الناحية الأخرى. نصير ظهير يلعب في المساحات الضيقة، عندما تضغط عليه يعرف كيف يخرج بالكرة وسط الضغط، يزداد في الهجوم، يعرف كيف يضرب المساحات بتمريرات طولية، على عكس أشرف حكيمي الذي يلعب أكثر بدنيا وعلى المساحات. هذه نقطة قوة أشرف حكيمي، نظرا لأنه أفضل ظهير أيمن في العالم وأسرع ظهير حاليا في العالم. لهذا لويس إنريكي يعتمد كثيرا على نقطة قوة حكيمي في المساحات، ويترك له الحرية بالنسبة للمسألة الدفاعية، وهذا ما يطبقه حاليا المدرب وهبي. لكن نظرا لعدم وجود ماركينيوس في المنتخب المغربي الذي قد يساند أشرف أو يغطي على أشرف حكيمي عند طلوعه، فتبقى نقطة ضعف المغرب من الناحية اليمنى بالنسبة للدفاع، اليسرى بالنسبة لهجوم الخصم. وهذا ما رأيناه في مباراة البرازيل، عندما كان حكيمي راجع من الهجمة المرتدة وترك فراغ كبير وراءه ليسجل من خلالها فينيسيوس جونيور هدف التعادل آنذاك. إذن مباراة على العموم ممتازة، بلا الخنوس وبعض اللقطات ضاعت لم يتم استغلالها، كانت رعونة شيئا ما من بعض اللاعبين. يجب الاشتغال أكثر على هذه الناحية، وإن شاء الله سوف يمضي قدما وأكثر المنتخب المغربي في البطولة. الآن أمام المنتخب الوطني المغربي الكثير من العمل، خصوصا مع انتصار المنتخب البرازيلي بثلاثية على منتخب هايتي الذي تصدر بها المجموعة. إذا كان المنتخب المغربي يريد اجتناب مواجهة منتخب كبير، المنتخب المغربي ترقى إلى التصنيف الخامس عالميا بعد مباراة اسكتلندا، لكن سرعان ما استعاد المنتخب البرازيلي مكانه بعد فوزه بثلاثية، بعد تألق كل من ماتيوس كونيا وفينيسيوس جونيور. التغيير التكتيكي الذي قام به أنشيلوتي جعل منتخب البرازيل بشكل آخر. رأينا منتخب برازيلي أكثر هجومي، ترابطات أكثر، تناغم أكثر في الهجوم، لكن يبقى الحل دائما وأبدا يكمن وراء مستوى فينيسيوس جونيور. عندما يكون فينيسيوس جونيور متألقا تتألق البرازيل، لكن إذا تمت الرقابة اللاصقة على فينيسيوس جونيور ولم يكن في يومه، فالمنتخب البرازيلي لا يصل عادة إلى الشباك، نظرا لتخاذل بعض اللاعبين والمستويات التي يظهرون بها، خصوصا الاختيارات السابقة للمدرب أنشيلوتي التي لم تكن موفقة، أبرزها إقحام إيغور تياغو الذي كان يعول عليه أنشيلوتي. وأظن أن بعد هذه المباراة والأداء الذي قدمه ماتيوس كونيا، أو حتى إندريك عندما دخل في الدقائق الأخيرة الذي تمكن من تسجيل هدف لكن ألغي بداعي التسلل، فأظن أن أنشيلوتي عرف أن تشكيلة 4-4-2 المعتاد عليها، تشكيلته المفضلة، قد حقق الألقاب مع ميلان وريال مدريد والأندية التي دربها من قبل، لكن تأكد اليوم أن خطة 4-3-3 هي الخطة الكلاسيكية والتاريخية التي تمتاز بها البرازيل.
ويمتاز بها المنتخب البرازيلي، وهذا ما طبقه كارلو أنشيلوتي اليوم. أداء رائع من فينيسيوس وصل به إلى الهدف الثاني له في البطولة، لينضم إلى قائمة الهدافين وراء كل من ليونيل ميسي جوناثان ديفيد اللذان يمتلكان 3 أهداف، بينما كل من إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي وياسين عياري وإسماعيل السيباري وبالوغون وجاست، لا أعرف إذا نسيت لاعب آخر أم لا، الذين يمتلكون هدفين في رصيدهم في انتظار باقي المباريات ما تخبئ لنا. إذا كان هذا كل شيء صراع في المباراة الأخيرة لكل منتخب، خصوصا الثلاثة منتخبات المعنية بالأمر، نظرا لغالبا ستكون هايتي قد أقصيت من البطولة. منتخب اسكتلندا لن يكون خصما سهلا من المنتخب البرازيلي. رأينا اليوم كيف لعب طيلة المباراة بتحفظ على الرغم من تلقيه لهدف مبكر، كيف شكل خطورة على المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة. وأظن أن هذا هو أسلوب المدرب الاسكتلندي، اللعب بتحفظ طيلة المباراة والضرب في 10 أو 15 دقيقة الأخيرة من المباراة لخطف هدف أمام منتخب هايتي، وخطف 3 نقاط مهمة جاءت من تسديدة المخضرم لاعب أستون فيلا جون ماكجين. إذن منتخب البرازيل أمام مواجهة صعبة لن تكون بالسهلة، ومنتخب المغرب يجب أن ينتصر بنتيجة كبيرة إن أراد حسم الصدارة. إذا هذا كان كل شيء في فيديو اليوم، نتمنى أن يعجبكم الفيديو، لا تنسى ضغط زر لايك. سلام.